صباح الخير يا جماعة. دلوقتي هشرب كوباية القهوة بتاعتي عشان كده نصحصح، عشان عندنا معركة الحمد لله هنعملها في البيت. اصور لكم وانا بعمل كل حاجة، بس اول حاجة هنشرب القهوة، وقبل شرب القهوة هروح اقوم اعمل اغسل وشي بالغسول بتاعي واعمل سكين كير الصباحي وكده. بعدين هنوريكم اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. وشي بالغسول واغسل اسناني عشان نبقوا جاهزين. بصوا يا جماعه، غسلت وشي خلاص اهو، وهحط المرطب ده يبقى ايه كده، رطبت وشي. وهنشوف يومنا هيمشي ازاي عشان لسه هنبدا يومنا. يا جماعه بقى، انا عايزه اشرب ازازه الميه دي على مدار اليوم، علشان انا بصراحه ما بشربش ميه اصلا. بصوا يا جماعه، كل يوم هجرب معاكم حاجه جديده. دي لسه شايفاها في السوبر ماركت، فقلت ايه اجربها معاكم. كل فيديو اجرب معاكم حاجه جديده. هنفتحها نشوفها. لا حلو، ثواني. حلوه، لا والله حلوه، طعمها حلو. من المره الجايه هجيب حاجات تاني. عندنا شويه مواعين يا جماعه هغسلهم وهوريكم بعد ما اخلص. وبكده اكون خلصت المواعين خلاص الحمد لله. وقت الغداء. بصوا، دي لحمه ستيك وبطاطس، ده رز معمر اللي بيتحط في الفرن كده، طعمه بصراحه تحفه. وهغير المكتب بتاعي، التسريحه بتاعتي خليكوا حافظين شكلها عشان لما اغيرها تبقوا فاكرين. يا جماعه فضيت المكان خلاص، وهنفرش ديت كده هوريكم. بس انا عايزه انظم التسريحه، ما تبقاش زحمه اوفر زياده، يعني عايزه تبقى كل حاجه في ركن كده، عشان لما اجي احط ميك اب يبقى ايه الدنيا سهله معايا وارصص الميك اب وكده. فانا ما بعرفش ارصص الميك اب ومكان كتير كده. بصوا يا جماعه كده فرشتها، والمصحف شكلها تحفه بجد بجد، شكلها تحفه. هوريكم معايا وانا برتب حاجه بحاجه. وبكده يا جماعه اكون خلصت تسريحتي المتينه، وكملوا بقى الفيديو معايا للاخر. وكمان حطيت دي الحاجه هنا عشان مش لاقيه مكان، فعامله زحمه على التسريحه فاقول حطيتها هنا. فبصوا طبعا يا جماعه استراحه محارب بعد ما عملت التسريحه، وهشرب نسكافيه. وطبعا انا نازله دلوقتي وهوريكم الاوتفيت بتاعي. انا رايحه فين بقى؟ رايحه اشتري بضاعه للبيدج بتاعتي، ولو حابين تعرفوا ايه البيدج بتاعتي دي هحط لكم وبقولوا لي في الكومنتات الاول، عشان اعمل لكم فيديو عن البيدج بتاعتي وعن صفحه الواتس، الجروب بتاع الواتس والبيدج بتاعت الفيس. فانتوا لو حابين يعني تشتروا من عندي وكده ابقى اعرفكم، واحط لكم بعد كده الجروب وصفحه الفيس في صندوق الوصف. فما تنسوش تقولولي انتوا حابين تعرفوا ولا لا، عشان لو كده اعرفكم، اعمل لكم فيديو المره الجايه وانا بشرح عن حاجتي اللي انا ببيعها كده. فما تنسوش تقولولي. طبعا هنستريح ونشرب النسكافيه بتاعنا. بعد ما نشرب النسكافيه يعني على فكره هنحط المونوكير، هحطه وراكم. عملت المونوكير، قولولي بقى حلو ولا وحش. بعد بقى ما يا جماعه حطينا مونوكيرنا هناكله. بس طبعا يا جماعه انا مش هاكل ده كله لوحدي، ده انا هاكل انا واختي. بصوا هاكل انا واختي، بس انا ايه بحب اعمل فيديو كده حلو. تعالوا اتفضلوا كلوا معايا. عشان طبعا نازله راح اشتري الشغل بتاعي زي ما قلت لكم، وهلبس الكوتشي بتاعي.
وهصور لكم الشارع بس مش عارفه اصور حاجات ياما. من الغدا يا جماعه، بعديها هروح اجهز علشان عندي فرح زي ما قلت لكم. ده متحمر مش محروق. عندي فرح، فلو عايزين تعرفوا وصفه الشاورما دي انا منزلاها الفيديو اللي فات، فخشوا شوفوها واتعلموا مني. وده الميك اب اللي هستعمله عشان عندي خطوبه النهارده، قري فاتحه بتاعت صاحبتي، وهوريكم الاوتفيت بتاعي. الطقم بتاعي دي سكرت كده وبيزك، وعليها البتاع ده هوريلكم وانا بلبس طبعا، وهحط الميك اب وارجع لكم. طبعا يا جماعه لبست، وبصوا الحسن، بصوا لبست الجيبه وعليها البيزك بتاعها تحفه. بصوا انبوكسنج، هصور لكم الانبوكسنج، هوريكم جايبه شويه دريسات تحفه، هوريها لكم من البراند بتاعتي. فكده اول درس معانا على اللبس طبعا هيتظبط، ومعانا الفستان التاني، هو على الطبيعة اصفر بس مش عارفه باين ازاي. بصوا الكمام بتاعته تحفه بصراحه، اقسم بالله اجمل مره. الاوتفيت التاني دوت، دي سكرت كده وعليها القميص دوت، وبلبس بيزك ابيض من تحت طبعا وكده. وده الاوتفيت الرابع تقريبا، ده الاوتفيت الرابع او الخامس مش عارفه. دي سكرت وعليها بيزك، وفوقها القميص دوت، بس هو ايه موتو كده، فانا هعمله بدبوس فيه لؤلؤ تحفه اقسم بالله على اللبس. ودوت الاوتفيت الخامس مش السادس، عشان طلعوا هما 5 اوتفيتات. دوت اللي لبسته في نفس الفيديو دوت، بس كنت رايحه فرح فنسيت اوريكم الانبوكسنج بتاعي. فدوت طبعا شفتوه على اللبس خطير. ويبقى كده معانا ال4 اوتفيتات دول وده، وكملوا معايا الفيديو للاخر. استراحة محارب طبعا بعد ما عملت لكم الانبوكسنج، هشرب كوبايه شاي عشان نازلين، وهوريكم هلبس ايه واحنا نازلين. على فكره يا جماعه انا نزلت في الفيديو ده كتير قوي، فاستحملوني معلش. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعرفوا اصحابكم ان دي قناه غطغوطه، وادوني يا جماعه شويه افكار اصور بيها، انا عماله اقول اهو، انتظروني بقى. بصوا يا جماعه الاندومي ده لو محدش عمله كده طعمه تحفه، لو حابين اقول لكم الوصفه بتتعمل ازاي وبقولوا لي، بس اقسم بالله تحفه. كده هختم معاكم الفيديو وخلاص، وكده هقفل معاكم الفيديو. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعرفوا اصحابكم ان دي قناتي.